السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد لو أنت أول مرة تشوفني، ففي السلسلة ديت إن شاء الله أنت تتعلم أهم 1000 كلمة مستخدمة في اللغة الإنجليزية، وبتتعلمهم في خلال قصص ومش مجرد بس الكلمات. أنا بشرح لك القصة من ناحية القواعد ومن ناحية استخدام الكلمات اللي فيها ومن ناحية نطقها، فبتطلع إن شاء الله بدرس مفيد، وبتطلع إن شاء الله تعرف تستخدم الكلمات ديت. فاحنا بنمشي القصة، انا بقرأ لك كده قراءة سريعة وبعد كده قراءة بطيئة وبعد كده ببدأ اشرح لك القصة شرح تفصيلي وبعد كده بدي لك مساحة انك تقرأ ورايا. فبدون ما نضيع وقت يلا بينا نبتدي. انا عاوزك تركز مع اللي انا هقرأه وفي نفس الوقت تبص على الصورة بحيث انك تتابع وتفهم حتى لو مش عارف معنى الكلمات. On Sunday morning I clean my house, I wash the dishes, sweep the floor and make my bed. I also do the laundry and fold the clothes. My brother helps me sometimes. After cleaning the house looks nice and smells fresh. Then I rest and watch TV. لو ما فهمتش من المرة السريعة ديتي ما تقلقش، هتفهم إن شاء الله دلوقتي من القراءة البسيطة والبطيئة. On Sunday morning I clean my house. I wash the dishes, sweep the floor, and make my bed. I also do the laundry and fold the clothes. My brother helps me sometimes. After cleaning, the house looks nice and smells fresh. Then I rest and watch TV. دلوقتي بقى عاوزك تاخد بالك من نطق الحاجات دي كلها. أولا كده يعني هي مع Sunday ما بقولش on، بقول on Sunday on Sunday on on Sunday، ما بقولش on، بقولها on Sunday I clean my house. I clean my house. I wash the dishes. I wash the dishes. Sweep the floor. يعني بيقول لك إن هو في صباح يوم الأحد إن هو بينظف البيت. I wash the dishes يعني اللي هو بغسل الأطباق. I wash the dishes. Sweep the floor. Sweep the floor اللي هو يعني اللي هو بكنس الأرض. Sweep the floor. Sweep the floor and make my bed. Make my bed اللي هو معناها اللي هو أنا برتب السرير. Make my bed. خلي بالك طبعا من صوت ال TH في sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. And make my bed. Make my bed اللي هو ان انت تعمل to make my bed اللي هو انت بترتب السرير. I make my bed. My bed. I make my bed. I also do the laundry. بالمناسبة يعني انت كل حاجة مش بتترجمها ترجمة حرفيا، يعني اللي هو مثلا I make my bed انت ممكن تقعد تفكر فيها. كلمة make اللي هو يعمل السرير، يعمل ايه في السرير بالظبط؟ هل ده نجار؟ لا، هو مش نجار خالص. هي make my bed اللي هو معناها اللي هو انا برتب السرير بتاعي. هي كده بتستخدم بالطريقة دي يعني. I make my bed معناها اللي هو أنا برتب السرير بتاعي. طبعا ليه كده؟ لأن دي لغة تانية وديتي بفكر تاني. فبالتالي ما ينفعش تترجم كل حاجة ترجمة حرفية زي ما هي موجودة عندك في اللغة العربية، فبتاخدها زي ما هم بيقولوها بالطريقة دي أو هم بيستخدموها بالطريقة دي، يبقى خلاص يبقى استخدمها زيهم، يعني بقولها زيهم طالما أنا بتعلم لغتهم. and make my bed أو ممكن أقول I make my bed. بعد كده I also do the laundry and fold the clothes. I also do the laundry. Do the laundry اللي هو معناها اللي هو أنا بغسل الملابس بتاعتي، بغسل الهدوم بتاعتي. I also يعني أنا كمان بغسل الهدوم. and fold the clothes. fold the clothes اللي هو يعني أنا بطبق الغسيل بتاعي. أطويها يعني اللي هو أطبق الغسيل. and fold the clothes. fold the clothes. My brother helps me sometimes. My brother خلي بالك من صوت ال TH. My brother helps me. helps. كلمة help يعني هي help بعد كده بضيف لها صوت ال s، يعني صوت احنا مش بنقول عليها اس، هي مش اس، هي s. فبالتالي الصوت بتاعها هو s كده بس، يعني هو أي كلمة آخرها s بضيف لها صوت ال s. يعني طبعا يعني هو مش أي كلمة لأن أحيانا بيعمل صوت تاني، بس عادة يعني اللي هو الصوت اللي هو بيكون في المضارع اللي هو بيكون حاجة زي كده، اللي هو مثلا بكون ضايفها عشان تحدد المضارع، بقولها اللي هي بقول لها صوت س. فبقول مثلا my brother helps. هي مش helps، هي ما تقولش helps ديت غلط. هي my brother helps. My brother helps. خلي بالك ما تقولهاش helps. My brother helps me sometimes. After cleaning يعني بعد بقى تنظيف البيت ده كله. After cleaning the house looks nice and smells fresh. يعني بعد التنظيف ده كله بقى البيت كده بيبدو وكأنه لطيف، يعني بيكون شكله جميل وريحته كده fresh، ريحته اللي هي منعشة.
Then I rest and watch TV. Then I rest and watch TV. Then بعد كده بقى I rest and watch TV. بعد كده برتاح بقى وبتفرج على التلفزيون. هنا في القصة كلها اللي استخدم هنا هو المضارع. ليه هو المضارع؟ لأن هو بيتكلم على عادات، فبيقول لك on Sunday morning، يعني كل يوم أحد الصبح أنا بعمل الحاجات دي كلها، فبالتالي دي عادة، فبالتالي بستخدم فيها المضارع. واحنا اتكلمنا بكده ان هو المضارع اللي هو لما اكون بتكلم عن مفرد بضيف s او es او ies، ده مع he و she with. انما بقى مع باقي الضمائر التانية بقول الفعل زي ما هو، زي مثلا I clean، I wash، sweep، make، I do the laundry. لكن لما جيت اتكلمت على my brother ده اللي هي بتساوي he، my brother اللي هو بتساوي he اللي هو اخويا بيساوي هو، فبقولها helps، ضفت لها s. مثلا لما جيت اتكلم عن البيت بقول the house looks، ضفت s. بعد كده بقول smells، ضفت s برضه. ليه ضفت s؟ عشان دي مفرد. وبعد كده رجعت اقول بقى then I rest and watch TV. وبعد كده rest اللي هو ان انا ارتحت او برتاح يعني وبتفرج على التلفزيون، وبالتالي ما ضفتلهاش اي حاجه. الحاجه التانية هي انك تاخد بالك منها، هي موضوع قبل الايام بتاع الاسبوع ما بقولش in Sunday، بقول on بقول on، ما بقولش in ولا بقول at، فبقول on Sunday. خلي بالك من حاجة زي كده، ان هو انا بقول on قبل ايام الاسبوع. Now it's reading time. I will read and I need you to listen carefully and repeat after me. Okay? On Sunday morning, I clean my house. I wash the dishes, sweep the floor, and make my bed. I also do the laundry and fold the clothes. My brother helps me sometimes. After cleaning, the house looks nice and smells fresh. Then I rest and watch TV. Okay, cool. Good job. Okay, now you can talk about cleaning your house. Can you tell me in the comments? Tell me in the comments. Do you clean your house? And when? When do you clean your house? Okay, do you clean your house on Friday? Do you clean your house on Saturday? On Sunday? When? When do you clean your house? Tell me that in the comments. Okay, so till now, thank you guys for watching, and see you inshallah next time.